السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة جدا، مكونات بسيطة. التوابل اللي هنستخدمها بسيطة جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا اسمي نوجة. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. مكونات وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين بسيطة جدا. عندي كيلو من الكبدة يا جماعة ما بنعملش فيها أي حاجة، ولا بتتغسل ولا بتتنقع في لبن ولا في زبادي ولا أي افتكاسة من الافتكاسات اللي احنا بنسمعها دي. كل اللي احنا بنعمله فيها إن احنا بنجيب الكبدة من عند الجزار، وطبعا الجزار اللي بنجيب منه يكون نظيف ومضمون. بنخليه يقطعها قطع صغيرة بالشكل ده، اسمها تقطيع عصافيري، شرايح كده صغيرة. وبنحطها في مصفى تصفي الدم اللي فيها. في بولة أحط فيها معلقة صغيرة مليانة توم مفروم، ومعلقة من هريسة الشطة. هحط لكم لينك الفيديو بتاع هريسة الشطة في صندوق الوصف. ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة كمون. ما بنحطش فلفل اسود على الكبدة لانه بيغمق الكبدة. وكتر التوابل عموما على الكبدة بتغير طعمها. وهحط حوالي معلقتين كبار خل، وعصير ليمونة كبير. وهقلب الخليط كله على بعضه. وهحط التتبيلة اللي عملتها على الكبدة واقلبها كويس. ومش هسيبها في التتبيلة كتير، يدوب على ما السمنة تسخن. في طاسة على النار هحط فيها تلت كوباية زيت ومعلقة سمنة بلدي كبيرة. الكبدة الاسكندراني يا جماعة بتحب السمنة تبقى كتيرة شوية. أول ما السمنة والزيت يسخنوا جامد هنزل عليهم بالكبدة. ومش هقلبها، هسيبها لحد ما لونها يغير. في المرحلة دي هبتدي أقلبها. من عوامل نجاح الكبدة يا جماعة إن احنا ما نقلبهاش كتير. يا دوب لونها يتغير من الناحية دي أقلبها على الناحية التانية. كتر التقليب بيخلي الكبدة تنزل المية اللي فيها، ونيجي ناكلها تبقى ناشفة كده وعاملة زي الكاوتش. مش هتاخد على النار أكتر من 10 دقايق. أول ما الكبدة تستوي وتبقى بالشكل ده هنزل عليها بفلفل أخضر متقطع. يا دوب تقليبتين وهطفي النار. وهظبط الملح بتاعها. وكده الكبدة بتاعتنا تبقى جاهزة، مش عايزة غير رغيف فينو وتتاكل كده وهي سخنة، مع شوية سلطة أو شوية مخلل. وألف هنا على قلوبكم. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ومش هتشتروا سندوتشات كبدة من بره تاني، لأن بتاعة البيت بتبقى أحلى وأنضف وأضمن. وما توفيقي إلا من عند الله. دمتم في رعاية الله. سلام عليكم.